السلام عليكم حبايبي. وصلنا مطار اسكندرية الحمد لله. بقى كان كله نام وانا واختي ما قدرناش ننام، فقعدنا نتكلم شويه. بعدين اقترحت عليها وقلت لها تعالي نروح نفطر كده ونشوف هنعمل ايه، وهفطرك في مكان حلو قوي. جوزي اخدني المره اللي فاتت لما جينا فيه، واخدتها فعلا، وخدنا العربيه ومشينا ورحنا نفطر عند عم زغلول في محطة سوتر. وكان الفطار جميل والفلافل سخنة. طبعا احلى فطار ناكله في مصر هو الفول والفلافل، كلنا متعودين نفطر فول وفلافل. طبعا سيبك بقى من الجبنات والحاجات ديت، يلا على عربية الفول. ودي كانت محل طبعا كبير وفي الشارع، وفي قعدات طبعا في الشارع. صورت لكم المره اللي فاتت برضو، اهو بوريكم تاني. بيعمل كل حاجه، عنده كل حاجه، بطاطس مقليه، بدنجان مقلي، سلطه، بابا غنوج، طحين، بيض معمول باشكال، وطبعا بقى بيض مسلوق، بيض مقلي، بيض مدحرج، كل حاجه. هنا كنت بقول بقى للي بيعمل الفلافل وكده اهو اصورك ولا لا. قال لي زي ما انت عايزه، بس يعني ايه، قلت اصور الحاجات اللي هو بيعملها وبيقدمها. فقعدت مركزه بقى طبعا ايه اللي بيحطه في الطبق. مخلل، سلطه، دي الفول، ورش عليه حبه طحينه، وطبعا بيشكل بقى الطبق وكل سلو عنده. واحنا رايحين ايه، رايحين نفطر، رايحين نفطر سندوتشات فول. هنا المكان، هنا القعده، مش عارفه فين. زي ما انتم شايفين كده، كان في قاعدة بره وفي قاعدة تانية كمان لقيناها عاملينها جديدة جوه في مكان ومقفول طبعا. نروح وطلبنا اللي احنا هناكله وبدأنا ناكل. أول فطار ليا في اسكندرية فلافل بالبطاطس، وطبعا المخلل الجميل والبطاطس. اهم من ده ودوت طبعا الصحبة الحلوة واختي حبيبة قلبي، ربنا يخليها لي يا رب ويبارك لي فيها يا رب. كنا قاعدين بقى، اتبسطنا قوي ونفطر مع بعض، وقلنا هنبقى نجيبهم كلهم ونفطر مع بعض كلنا في المكان ده. هنا بقى كنا بالليل، اخويا خدنا كده يمشينا شويه، فكنت بقى عماله اتفرج على القاعات والحاجات اللي موجوده. وطبعا دي البلد من الناحيه التانية، يعني من السكه اللي هي اللي عاملينها زي السريع كده ورا، مش عارفه والله بيقولوا عليها اسمها ايه. المهم يعني في قاعات كتير وحاجات هناك كتير. فبدأنا، احنا كنا رايحين فين؟ كنا رايحين تقريبا المعمورة. واحنا ماشيين كده بقى، انا طبعا بحب اصور قوي الاماكن، ولما بشوف حاجات جديدة في نظري بحب برضو اشارككم معايا ونشوف ايه الجديد وايه الحاجات المحلات اللي فتحوها جديد في مصر. ودخلنا ناحية 45، وزي ما احنا شايفين الطرق بصراحة بقى فيه كمية محلات وحاجات كتير قوي. كل الحاجات والأماكن اللي كانت بالنسبة لنا كانت بعيدة أو فيها محلات قليلة أو كده، بسم الله ما شاء الله، يعني كل الدنيا بقت محلات ومحلات كتير، من محلات أكل لمحلات ملابس لمحلات حلويات. وهنا بقى كنت طبعا ايه بتفرج على الزحمة والتكاتك مع المشاريع عاملين حالة بتبقى غريبة. هنا ده زي ما انتم شايفين كده، انا كنت فاكرة نفسي ان انا داخلة على كوبري ستانلي، وفجأة كده لقيت نفس الكوبيا بتاعت كوبري ستانلي موجودة عند 45. بصراحة الشكل جميل قوي والكوبري حلو. في حاجات فعلا سهلت حركة المرور، وفي حاجات كعبلت الدنيا زيادة عن ما هي متكعبلة يعني، وفي حاجات الواحد بقى بيتلخبط يعني. في زي ما احنا شايفين كده في فوق هنا هو كارتيلا او يعني علامات بتقول، علامات ارشاديه يعني بتقول ده يودي فين وده يودي فين. بس في برضه على الطرق اماكن مفيش اي علامه بتقول انت رايحه فين، يعني لو طلعت كوبري غلط مش هتعرفي ترجعي او تلفي حوالين نفسك كتير قوي على ما تلاقي فتحه او حاجه توصلك ترجعك تاني يعني النقطه اللي انت اتلخبطتي فيها او كده. هنا كنا طلعنا بقى تاني على البحر، وطبعا البحر ما بقاش بيتشاف من كتر الكافيتريات والحاجات اللي موجودة. زي ما قبل كده انتقدنا الموضوع، وطبعا الناس اللي بتعدي على رجليها دي أزمة كبيرة قوي. معرفش بصراحة ازاي ان انا اضحي بنفسي وبعمري كده وارمي نفسي قدام عربية بتكون جاية بسرعة. مش متخيلة ان في الطريق ده ممكن تلاقي بني ادم معدي، وتلاقي بني ادم بيعدي من طرق
بيضحك نفسه على الرغم ان هم عملوا اشارات وحاجات كتير. المهم لكن تاني يوم جبنا بقى رز بلبن وجبنا لقمة القاضي، طبعا ده فطرنا. وخدتهم يوم تاني رحنا نفطر فين؟ رحنا نفطر في دليز. زي ما انتم عارفين ان انا عندي طقوس من ضمنها ايه؟ من ضمنها كمان دليس، لازم اروح يوم كده او مرة او مرتين نفطر هناك كده ونستشيك. لا بجد بتحسي باختلاف في نوع الفطار. وبرضو ممكن بعد الظهر او كده لو حابة تقعدي مثلا انت واختك، انت وصاحبتك، انت واولادك، او انت وجوزك تاخدوا حاجة سخنة او حاجة ساقعة ومعاها حاجة حلوة، بتقدري تعملي كده في فطار كمان. كان نفسي اسمعكم قوي الموسيقى دي، كانت لذيذة قوي، عملت اجواء حلوة جدا في المكان. وكان فطار كده روقان كده وتغيير بجد. انت تفطري على صوت الموسيقى والحان كده وجو جميل. طبعا كل واحد فينا اختار قطعة الجاتو اللي عايزها، دي كان بقلاوة يوناني، وكل واحد اختار قطعته وحطها بقى طلبها طبعا. وبعدين قلنا لما نطلع نشرب حاجة هنشوف هنروح نشرب ايه وفين. ده محل الناحية التانية من ناحية يعني جنب يعتبر سيسل، واسمه كابيتانو زي ما انتم شايفين كده. وعامل طبعا مشروبات مختلفة، دي زي مشروب توت، وعنده مشروب فراولة، مانجا، جوافة، عنده جليتي، عنده حاجات كتير قوي قوي، مشروبات، بيعمل ايس تي، بيعمل حاجات لذيذة جدا جدا وحلوة اهي الحاجات اللي هو بيعملها. وطبعا المنيو حاولت اصوره لكم، وحاولت اصور لكم المكان زي ما انتم شايفين. في كوفي طبعا بكل الاطعم اللي عايزينها، في كوفي. وهم عندهم مشروبات حلوه كتير وانواع كتير قوي، عندهم بيجي على الانستجرام تقدروا تخشوا وتشوفوا، واسعارهم كويسه. ما تزعلوش مني ان على الفيديوهات ما قدرتش انزل لكم فيديوهات، لان بجد كنت تعبانه وكان عندي مشغولات كتير. هنشوف مع الفيديوهات الجايه اللي قدرت اصوره لكم اللي انا كنت مشغوله فيه. باي.